45 عام لحسام حبيب بين الفن والحب والخلافات. يحتفل الفنان والمطرب حسام حبيب اليوم بعيد ميلاده ال45، إذ ولد سنة 1980، ويعد من أبرز الملحنين في مصر إلى جانب تقديمه عددا من الأغاني الناجحة كمطرب. واشتهر أيضا بسبب علاقته وزواجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب اللي جمعته بيها سنوات من الحب والأزمات. تزوج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب في 2018 في حفل زفاف بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط. وشارت هذه العلاقة دعما متبادلا، حيث وقف حسام حبيب بجانب شيرين في العديد من أزماتها، وأبرزها أزمتها الشهيرة عقب تصريحاتها عن نهر النيل، والتي تسببت في وقفها عن الغناء مؤقتا سنة 2019. وراود شيرين عبد الوهاب تفاصيل بداية قصة الحب بينهم خلال لقائها في برنامج تخاريف مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقالت إن صداقتهما استمرت لسنوات، وخلال إحدى فترات مرورها بحالة نفسية صعبة دعا حسام للعشاء، وهناك رأته الحبيب فبادرته بعرض الزواج الذي تم بعدها بفترة قصيرة. استمر زواج الثنائي 3 سنوات حتى وقع الانفصال في 2021، إلا أن حسام حبيب أعلن عودته لشيرين في سنة 2022، لكن هذه العودة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما ظهرت الخلافات مجددا ووصلت إلى حد تحرير محاضر رسمية بين الطرفين في أقسام الشرطة ووسط تغطية إعلامية واسعة. ظهر حسام حبيب مؤخرا في برنامج المقالب رامز إلهم مصر مع الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، حيث صرح بشكل صادم: أنا اللي دمرتها، في إشارة لشيرين عبد الوهاب، وذلك عندما سألوا رامز جلال هل دمر شيرين أم هي متدمرة أصلا. ورغم ذلك عبر عن مشاعره تجاهها قائلا: أنا آسف يا شيرين، ولسه بحبك وانت على راسي من فوق، وتعلمت الأدب على الآخر.